ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانيل. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي على اللايك والاشتراك. بصي يا بنات، اليوم ده اللي احنا كنا عاملين في الحلبة. اليوم ده ماما جات لي بقى عشان تعمل لي رز بلبن، وكمان تشوفني ان انا تعبانة، فكانت مليكة عايزة رز بلبن. فطالما ماما موجودة فانا مش هعمل حاجة. فاليوم ده بصراحة وماما ربنا يديها الصحة والعافية عملتهولي. ربع، اقل من ربع كوباية رز كده كانت سلقتها، و2 كيلو حليب او لبن. اللي ما يعرفش اللبن يعني ايه حليب. فهنا حطينا اقل من ربع كوباية رز اتسلقت، وخدتها بميتها، ما رميتش ميتها خالص. ماما يا بنات هي اللي عاملة الرز بلبن مش انا، بس انا بكلمكم على لسانها فنزلت بال2 كيلو حليب كده، وهبدأ ان انا افضل اقلب كده تدريجيا، انا مش هسيبه. فهنا بقى ايه، ماما كانت بتقلب بالمعلقة وبعد كده اتفاجئت فغيرت المعلقة وهتقلب بقى بحاجة سيليكون او معلقة خشب. وهنا نزلت بباقي اللبن برضو، هنزلت بيه كله كده ال2 كيلو كاملين على اقل من ربع كوباية رز. ما تكتروش يا بنات. بصوا بقى بصراحة دي كده الرز بلبن بتاعها ده خطير جميل جدا. ف مش ما فيهوش اي شانتيه، ما فيهوش الحاجات دي اللي هو بتاع امهاتنا كده، فاهمين؟ اللي هو كان رز بلبن بخيره بجد، اللي انت بتاكليه في نفس الطعم بتاعه، مش اللي هو ما فيهوش اضافات، ما فيهوش اي اضافات اللي هي طالعه الايام دي لا لا لا، هو رز بلبن كما قال. فبصراحة هي كده نزلت وبدأت ان هي تبدأ تقلبه بالمعلقة كده. معلش يا بنات استحملوني ان صوتي تعبان. اليوم ده هو نفس اليوم اللي انا عملت معاكم فيه الحلبة، بس كانت ماما بقى ايه، كانت ماما جيت، كنت انا بدأت اصور وماما كانت بتكلمني وما قالتليش ان هي جاية. فلما سمعت ان انا صوتي تعبان وواخدة برد فراحت جاية. ففضلت كده ايديها فيه تدريجيا، ما سابتهوش خالص. ويا بنات طول ما انتوا بتعملوا الرز بلبن خلوا ايديكم فيه، ماشي؟ هي ما حطتش اي اضافات ولا فانيليا ولا اي حاجه دلوقتي، هو بس الرز اللي اتسلق ونزلت عليه باللبن اللي هو الحليب وهتبدا كده ان هي ماشيه زي ما انتوا شايفين بالمعلقه. معلش بقى عشان انا كنت بصور لكم الصوت على الصوره. وبصوا هنا كنت زرعت الفيديو، تفضل تقلب كده فيه. ونزلت بقى ايه عليه، بصوا هتشوفوها دلوقتي. معلقه قشطه، دي القشطه دي انا كنت بشيلها من اللبن، لما اجيب اللبن يبقى دسم فباخد القشطه من على وشه كده وبشيلها في الفريزر، فما كانش عندي كتير. هنا خدت معلقتين نشا، وحطت عليهم نص كوبايه لبن، وبدات ان هي تقلبهم بس عشان اللبن يتقل. فهو اول ما تلاقي تنزلي بيها تدريجيا كده وبالمعلقه تفضلي تقلبي فيه، فهو هيديك القوام اللي انت عايزاه. وهتنزلي بكيسين فانيليا. بس هي الفانيليا يا بنات ماما فتحتها ونزلت بيها. وطبعا هتنزل بكمية السكر، السكر ده حسب الرغبة اللي انت بتحبيه. هتضيفي حاجة هنا بقى كانت كنت انا بصورها، هتضيفي حاجة بتضيفيها. نزلت كده بكمية السكر وبدأت ان هي تقلبه. وهنا جابت الاطباق بدأت ان هي تحطه، بتحبي تزودي مكسرات اي اضافات انت بتحبيها زوديها، والسكر بيبقى حسب الرغبة بتاعتك انت. هنا طبعا كانت الباقي بس المكسرات كانت عندي. وكده عدد الاطباق اللي هي عاملاها. وبس كده يا بنات، احلى طريقة رز بلبن.